مستمعي هذه FM، يسعد أوقاتكم. أنا ديارة خلف معكم بفقرة جديدة من فقرات الطبية بعيادة الدكتور غطاس نعيم موسى، أخصائي بالأمراض الجلدية والتناسلية والحساسية، مشان يحكي لنا اليوم عن الكلف والنمش. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتور، فيك تحكي لنا عن أسباب النمش والكلف؟ طبعا. هلا نحن بس نحكي شوي لحظة عن يعني اللون، سبب اللون الشعر والجلد عند الإنسان. هلا في كمية الميلانين، وجود نمط الميلانين ودرجة التوعية في الجلد. يعني في عالم مثلا توعيتها كويسة تكون وشها حمراء بشكل عام، في عالم توعيتها مو شيء زيادة تكون يعني لونها شوي فاتح كاشف. ووجود الكاروتين وسماكة الطبقة الجلدية عندنا. هلا الكلف هو عبارة عن لطخات بنية موجودة على الوجنتين أو الجبهة أو الفك، ناحية الفك. عادة الكلف يشاهد عند الشابات أكثر من الشباب، ومع ذلك عم يجينا على عيادات بعض الشباب، يعني 10% من الحالات عند الشباب. هلا في أسباب وما في أسباب، بس في عوامل محرضة. العوامل المحرضة في أكثر شيء تناول الكحول ويمكن الحمل. هلا الحمل كثير من النساء يعانوا من الكلف خلال الحمل أو بعد الحمل. هلا هذا النمط عادة غالبا يزول بعد عدة أشهر من الحمل عادة، بس في أسباب تانية منها تناول أدوية كالحبوب منع الحمل. هلا هذا تناول حبوب منع الحمل اللي يصير عندنا كلف أكثر الأوقات عم يبقى يعني غالبا ما يستمر، يعني ما عم يختفي لحاله. يعني حبوب منع الحمل هي تكون السبب إنه ما تروح مو إنه السبب ما تروح، تحرض الكلف. ولما تصير الكلف اللي ياخذوا حبوب منع الحمل غالبا ما عم تروح الكلف عندنا، ما عم يروح. دكتور، الشمس يعني في له دور؟ الشمس يعني هذا الشمس يعني سبب اساسي، يعني محرض اساسي للكلف. طبعا بالاضافه للعوامل اللي قلناها، كمان في التدخين، في التهاب كبد سي، بس اكثر شيء انه الحمل وحبوب منع الحمل والشمس هو السبب الاساسي. يعني دكتور، كيفيه العلاج شلون تكون؟ هلا العلاج، اول نصيحه ننصحه للمريض انه يتجنب الشمس، هاي تجنب كلي للشمس. كمان في عندنا عده علاجات، يعني في المقشرات، في المبيضات. في كثير مرضى عم يستعملوا تراكيب بشكل عشوائي، هدول صراحه عم يضروا حالهم كثير. يعني في تراكيب عم يحطوا فيهم مواد معينه هن لحالهم، عم يبيضوا خلال شهر، وبعد شهر عم تصير وشن كثير سيئة. يعني أول شهر مبسوطين وبعدين كثير مزعوجين. هاي الناحية بس حبينا ننبه العالم منها. يعني دكتور، الوقاية كيف بتكون؟ بس إنه من الشمس ولا في شغلات ثانية؟ والله يلا شوف، يلا قلنا الأسباب، التناول الكحول، التدخين يسبب. هلا في عندنا الوقاية من الشمس، الحمل ما نقدر نحكي عليه شيء، حبوب منع الحمل هاي تبقى حسب المريضة يعني. بس أهم شيء الشمس، أهم شيء الشمس، أهم شيء الوقاية من الشمس. ماشي دكتور، في نهاية اللقاء بنتشكرك على استقبالنا. أهلا وسهلا.